واحدة من أكتر الفجوات المرعبة بين عالم البشر وعالم الشياطين، أو بمعنى أدق عالم الجن، وتحديداً الفجوة الموجودة في الغرفة 207 الموجودة في فندق لونا بمرسى مطروح في مصر. المكان اللي بوجودك فيه هتكون اتعديت على عالم مش المفروض انك تروح له. خليني في البداية اخدك لتاريخ المكان، فندق لونا المظلم والغامض. في اللي قالوا انها ملعونة، اللي دخلها وخرج منها من غير ما يشتكي، انما بقى اللي الأوضة بتختاره ما بيخرجش منها تاني. اكيد اللي ارض فندق لونا حصلت عليه مجازر دمويه مرعبه قبل ما يتبني الفندق عليها، والشيء المرعب اللي ما ذكروش المسلسل ان تقسيم الحدود بين مصر وليبيا من جديد بعد الحرب العالميه الاولى. من الجايز ان بعد الحرب العالميه الاولى هرب الفريدو من محاكمته في ايطاليا ورجع اشترى ارض المعسكر اللي اصبحت على حدود مصر الليبيه في نهايه مرسى مطروح، تكريما للونا البنت الصغيره اللي ماتت بفعل ضابط سادي. بنى الفريدو على نفس قاعده المعسكر فندق وسماه باسمها، والدليل التشابه الكبير بين قاعده المعسكر وبين اوضه المخزن في فندق لونا. الخلفية المظلمة والمخيفة في فندق لونا خلته مكان مثالي للناس اللي حابين يحضروا أرواح أو كيان مظلم أو ملك من ملوك الجان لخدمتهم وتسخير الفلوس والذهب بين ايديهم. هي ايه اصلا فيتوريو فينيتو دي؟ المدينة دي هي اللي حاربت فيها ايطاليا اخر معركة في الحرب العالمية الأولى، وأدريانو أبو الشوارع مايكل كان بيحارب فيها. ليلة مرعبة سنة 1934 ميلادية. كل الشواهد أكدت إن الغرفة 207 كانت مجرد غرفة عادية جدا رغم كل الطقوس. تاريخ المظلم أرض فندق لونا والذكرى المؤلمة اللي بيجسدها اسم الفندق، لكن ما كانش فيه أحداث ما ورائية يعني اللي احنا لا ندركه، أو بالمعنى المفهوم ما وراء الطبيعة، أو مرعبة بتحصل في الفندق بشكل عام أو الغرفة 207 بشكل خاص جدا. لكن بعد سنة 1934 ميلاديا كل حاجة اتغيرت، وكأن الأوضة حصل فيها حاجة مرعبة وطقس غير عادي اختلف عن كل الطقوس المظلمة، خلقت فيها فجوة بين عالمنا وعالم الجحيم اللي هو عالم ما ورائية. الإجابة كانت قدامنا طول الوقت في التفاصيل. ركزوا في التفاصيل، دور على التفاصيل الصغيرة، لما تجمعها كلها هتفهم. سنة 1934 هي السنة اللي زار فيها سعيد الصواف والد جمال الصواف فندق لونا، وتحديدا الغرفة 207. وقتها جمال الصواف اللي كان مع أبوه في الغرفة 207 كان مجرد طفل صغير، ولكنه كان السبب الرئيسي في خلق لعنة الغرفة 207. الموضوع بدأ لما سعيد الصواف اكتشف ان ابنه جمال طول الوقت يا بيتأمل في الشباك يا بيقرأ في كتب وصفات تانية مختلفة عن صفات الأطفال اللي في سنه. وهنا بدأ يدرك سعيد ان جمال ابنه مش طفل عادي انما طفل زهري، وده نوع من انواع الاطفال اللي بيتم استخدام دمهم لفتح مقابر الكنوز او لتحضير اسياد الجان. سعيد اخذ جمال وسافر لفندق لونا، مكان بعيد ومنعزل وتاريخه غامض ومظلم، انسب مكان لتحضير اي كيان مظلم او سيد من اسياد الجان، يعني مش جن عادي. السيد هو ملك من ملوك الجن الجبابرة الاشرار. سمعت صوت، خالته كانت قاعدة على الأرض وكانت مولعة شمع كتير في كل حتة فيها شمع، وكانت مغمضة عينيها وبتقول كلام أنا مش فاهمه، وصوتها كان بيخوف. وكانت لوحدها في الأوضة في الأول، بعد كده نزل سعيد وجمال في فندق لونا الغرفة 207، وعشان كده لما الخواجة مايكل شاف جمال لما جه يشتغل في الفندق قال له أنا شفتك فين قبل كده يا جمال الصواف.
وما اظنش ان احنا اتقابلنا قبل كده. تاني تفصيلة مهمة ظهرت في المسلسل، في الحلقة الأولى من مسلسل الغرفة 207 كانت الحلقة بعنوان فتاة وحيدة، وظهر بورتريه لريهام عبد الغفور وهي قاعدة على شاطئ الفندق، كانت لابسة لبس عمال الفندق، ومعنى كده إن ريهام عبد الغفور كانت واحدة من ضمن العمال في فندق لونا. وجمال الصواف استغل إنها عاملة غلبانة وملهاش أهل، وقرر يستخدمها للتحضير عليها واحد من أسياد الجان لمعرفة مكان كنز أو الاستفادة منها بشكل أو بآخر. وللأسف استخدم دم من ابنه جمال لتحضير الجن ده، وده سبب الجرح اللي في دراع جمال. استاذ جمال، هو انت ايه اللي في دراعك ده؟ ايه ده؟ ده انا اول مره اخد بالي. لا ولا حاجه، دي حادثه قديمه. ولكن ده اتسبب في غضب جمال، جايز بسبب الخوف أو الجرح أو الألم. ومن المعروف ان الطفل الزهري لما بيغضب بيتسبب في اذى اللي حواليه، وده اللي حصل مع جمال. غضبه اتسبب في اذية ريهام عبد الغفور وهي بداخلها الكيان اللي حضر، واللحظة دي ما قدرش سعيد يصرف الكيان. انت ليه بتكرهني قوي كده؟ انت السبب في كل حاجة، انت السبب في كل اللي حصل، كل اللي هيحصل. انت السبب يا جمال، السبب في كل اللي حصل وكل اللي هيحصل. انت السبب يا جمال، انت السبب في كل اللي حصل وكل اللي هيحصل. انت السبب يا جمال، انت السبب في كل اللي حصل وكل اللي هيحصل. جمال لازم يهرب. واللحظة دي ما قدرش سعيد يصرف الكيان، وأصبحت الأوضة ملعونة وفيها فجوة بتتصل بين عالم الإنس وعالم الجن. كمان سعيد بقى ملعون ومطارد من الكيان اللي حضره، علشان كده حاول يقتل جمال لأنه السبب في اللعنة. ازاي الراجل ده كان عايز يموت ضمه؟ انت السبب في كل اللي حصل، كل اللي هيحصل. انت اكبر غلطة غلطتها في حياتي. وزمان حاولت اصلحها، لكنك ما متش. انا فضلت عايش، مش عارف اسمع نفسي، ولحد دلوقتي مش عارف ذنبي اني حاولت ولا اني ما حاولتش تاني. ولما بتبدأ أحداث الغرفة المرعبة بتزيد، وابن صاحب الفندق اللي هو في المسلسل الخواجة أدريانو تختفي، واللي ربما كان ليه دخل مشارك مع سعيد الصواف في تحضير الجن لاستخراج الكنوز من أرض الفندق، بدليل الجواب اللي سابه لابنه وقال له أنا آسف، أنا السبب في كل اللي بيحصل. عشان كده قرر أدريانو في اللحظة دي يستعين بالصحفي فوزي عشان يعرف إيه اللي بيحصل. وبمجرد ما الصحفي فوزي بيعرف الحقيقة المرعبة اللي حصلت في الغرفة 207 في فندق لونا،
بينصح الخواجة إن هو يتخلص من العاملة بتاعة الفندق اللي استحوذ عليها الكيان المظلم، ويقول له للأسف طول ما هي عايشة هتفضل تأذي ناس كتير أبرياء. ففي اللحظة دي بيقرر أدريانو إن هو يحرقها عشان يصرف الكيان ده، لكن للأسف الكيان ما انصرفش. الغرفة رغم كل الشر اللي موجود بلا مبرر اللي بتقدمه للبشر والقرابين والحاجات اللي بتاخدها منهم، ماشية ورا هدف سامي، واللي هي إن هي تنتقم من جمال الصواف. عشان كده بمجرد إن جمال قرر يسيب الفندق، الغرفة 207 حست بالخطر، وبدأ بقى الكيان اللي موجود في الأوضة يحاول يسحر جمال نفسه عشان يفضل جمال مرتبط بالفندق ويسوقه ناحية هلاكه. وده بقى من خلال واحدة من بنات إبليس الماردة، هند بنت ملك الجان الأحمر. النية جميلة جدا، علامة ظهورها للأسف بتتمثل في حمامة السلام، الحمامة البيضاء، ودي بقى اللي ظهرت في الفندق باسم فاتن جميل. فاتن جميل واضح. كل شغلتها غواية الرجال وخداعهم، وفي النهاية تتغدى على موتهم علشان تجدد جمالها وشبابها. مش بس الرجالة إنما الكائنات الحية كمان. ولما عم مينا أنقذ جمال منها، بدأت تفقد جزء من جمالها كبير، وبدأت تمص حياة أقرب كائن حي ليها، وهي الحمامة البيضاء. كده احسن.